السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جايين بفيديو جديد. انطلب مننا كتير طريقة عمل العيش المشطوح بالحلبة. يعني في عيش مشطوح عادي وفي عيش مشطوح بالحلبة، فاحنا النهاردة هنعمله بالحلبة. طريقته سهلة جدا وهي نفس الطريقة، بس بتختلف ان احنا بنحط حلبة زيادة على المقادير. زي ما قلت لكم، الفرق بين العيش المشطوح العادي والعيش المشطوح بالحلبة هو زيادة حلبة مطحونة، وهي نفس المقادير، ما بتختلفش في اي حاجة. طبعا المقادير والنسب بتختلف من حد لحد، فانا لما سألت في الموضوع فلقيت نسبة الدقيق الذرة بتختلف بين الناس، بس هي تقريبا هي نفس الطريقة. فالمقادير معايا هو كيلو الا ربع دقيق وربع كيلو دقيق ذرة، وكمان هحط على كيلو الا ربع دقيق معلقتين حلبة مطحونة. دي حلبة حصى عادية، وبعد كده حمصتها شوية كده على النار في حاجة ألمونيا. بعد كده طحنتها في المطحنة، بقت زي دقيق كده زي ما انتوا شايفينها. الحلبة وحمصتها لازم تبقى ناعمة كده، ما ينفعش اجيب اللي هي الجاهزة اللي هي عند العطار، اللي هي الحلبة المطحونة اللي هي المغاد دي، ما تنفعش لان بيبقى عليها اضافات تانية. لكن احنا عايزين حلبة حصى مطحونة زي الدقيق زي ما انتوا شايفينها كده. كيلو بعد ربع كده دقيق بقى الدقيق زي ما قلت معايا. لكم كيلو الا ربع عليه ربع ربع كيلو دقيق كيلو ذرة. دقيق ذرة. الدقيق معايا ده معلقتين استخراج كبار من الحلبة 72%، المطحونة. زي اللي هو معايا اللي هو زيت قدامكم ده. خميرة بيرة. كمان معايا حتة خميرة. زيت خميرة دي بيرة. خميرة بيرة، عايزة عايزة تحط خميرة تستخدمي فورية الفورية براحتك. استخدمي، بس هي بعد كده متواجدة ذرة عندنا عجن. ومتوفرة، فعشان كده بجيب الخميرة البيرة. كمان طبعا معايا معانا ذرة مية ملح. للعجن. طبعا معانا مية للعجن. زي ما قلت لكم الدقيق استخراج 72%، وفي دقيق استخراج 73 اللي المخابز بيستخدموه، هو دقيق استخراج 73%. بس مش هتفرق كتير، بس هو دقيق 72% حلو برضو. وفي استخداماته بيكون جميل جدا. زيه قريب برضو من اللي هو 73، بس اللي هو 73% عرقه شديد شوية عن ده. زي ما قلت لكم طبعا دقيق ذرة بتختلف النسب بتاعته، فانا لما سألت في ناس بتحط الربع دقيق ذرة، في ناس بتحط التلت دقيق ذرة. كده صح وكده صح. كمان في ناس بتفرد على دقيق ذرة، وفي ناس بتفرد على دقيق زيرو عادي. ده دقيق الزيرو اللي هو الدقيق اللي احنا شارينه من بره، اللي هو استخراج 72%. طريقة العمل بقى ان انا احط الدقيق ذرة على الدقيق العادي واقلب الكمية. انا عاملة نص الكمية زي ما قلت لكم، كيلو الا ربع دقيق عادي عليه ربع كيلو دقيق ذرة. كمية كبيرة مش شوية. فانا هعمل بس نص الكمية، فقسمت طبعا نص الكمية على الميزان وبعد كده استخدمتها. فخلطنا الدقيق كده مع بعضه. بعد كده هنزل بمعلقه واحده حلبه مطحونه. طبعا انت لو هتعملي الكيلو الا ربع كامل فهتحطي معلقتين، بس انا طبعا مش هعمل كده. دلوقتي بقى هقلب كل النواشف مع بعض، اللي هو الدقيق والحلبه والملح. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نجهز الخميره. زي ما قلت لك دي خميره بيره اللي بتتجاب من المخابز، بس انا بالنسبه لي هنا في شبين متوفره في محلات مخصوص بتبيع الخميره دي. فلو انتي موجودة عندك بتستخدميها، مش موجودة عادي تشتري التانية. فانا هدوبها في شوية مية. طبعا عايزة تستخدمي مية دافية بتستخدمي، مية من الحنفية بتستخدمي، فمش هتفرق كتير بما ان انا عاملة كمية خميرة كتير شوية عشان خاطر تخمر بسرعة، فمش هتاخد مني وقت. فانا هقلب الخميرة كده وادوبها. لازم تبقى دايبة الخميرة، لازم تدوب يا جماعة، لان لو هي الخميرة دي بالذات مش زي التانية البودرة بتدوب بسرعة، لا هي بتاخد وقت شوية في ان انت تدوبيها، عشان لو في حتة مش متدوبة جت في العجينة بتبوظ لك العجين بعد كده. ده بيبقى شكلها بعد لما بتدوب خالص، وبصفيها وبرجع ادوب الباقي. لو متبقي تحت هشوفوا برضو معايا كل حاجة بالتفصيل وانا بصفي الخميرة ديت على الدقيق. هبدأ بقى انزل بسرسوب من الخميرة دي على الدقيق. زي ما قلت لك ما ينفعش انزل بيها مرة واحدة، ممكن يكون في قطع موجودة تحت ودي بتبوظ العجين. لازم الخميرة تدوب جدا. فهننزل بسرسوب كده لحد ما الشوية اللي هيبقوا معايا مكلكعين هرجع ادوبهم تاني لحد ما اطلع الخميرة ناعمة. شايفين الشوية اللي باقيين دول؟ هرجع كده بظهر المعلقة وافضل ادعكهم لحد ما يدوبوا. وكده بقى يبقى احنا خلاص ضفنا الخميرة. دلوقتي بقى بما انه هو عيش فهينعجن بالميه. في ناس ممكن يقولوا ينفع نحط لبن، ينفع عادي مش هيقولك لا. بس هو عشان عيش فهينعجن بالميه.
دلوقتي بقى هنقلب المقادير كده مع بعضها، وهنبدأ ننزل بسرسوب مية شوية بشوية. زي ما علمتكم العجين قبل كده في كذا حلقة. فلازم تعجني شوية بشوية بحيث ان انتي تبقي متحكمة في العجينة، ما تطلعش منك طرية قوي وما تطلعش منك مش مظبوطة. عملت معاكم قبل كده عيش بنفس الطريقة ديت، كنا عاملينه بس عاملينه على صاجة كده من فوق. كان جميل جدا برضو ومغذي. ما بس معلهوش حلبة. هحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. هما مسمينه عيش مشطوح، بما انه هو يعني مفرود، مشطوح يعني مفرود. زمان كانوا بيفردوا بايديهم، بما اننا دلوقتي موجود عندنا النشابة فهستخدم نشابة تكون تقيلة. في نشابات اللي هي الخفيفة ما تفردش العجينة دي، لان العجينة دي لازم تبقى رقيقة جدا. كمان وزي ما انتم شايفيني كده وانا بعجن العجن يا جماعه لازم يبقى سرسوب ميه شويه بشويه، واعجن وارجع احط تاني واعجن لحد ما العجينه تتعجن وتلم معايا وما تلزقش ولا في ايدي ولا تلزق في البوله اللي انا بعجن فيها. نسيت اقول لكم في البدايه ان الدقيق معايا منخول، الدقيق اللي هو الزيرو ودقيق الذرة، النخلة الاتنين منخولين. فاهم حاجه كمان عشان تنجحي العجينه لازم بتنخلي الدقيق. كمان اهم حاجه ان انت تعجني لان العجن واللت والعجن في العجينه بيخلي العجينه لها عرق وحلوه بعد كده في العيش، وتديكي نتيجه حلوه وتكون نتيجه مرضيه ليكي، ويطلع معاكي الناتج النهائي شكله حلو. بعد بقى ما نخلص العجن وبعد ما تلم العجينه معانا، هنبدأ بقى ان احنا نركنها عشان خاطر معانا تخمر. يعني مش تخمر، تستريح، عشان بعد كده اما اجي اقرصها تبقى حلوة وسهلة معايا وانا بقرصها. فدلوقتي بقى خلاص هي العجينة كده خلصت في العجن. هبدأ بقى ان انا اريحها شوية، يعني حوالي 10 دقايق كده. هي خلاص كده هي جاهزة زي ما انتوا شايفين، لونها بقى لونها فاتح شوية. هي طبعا العجينة اصلا هيبقى لونها اصفر لان العجينة مصفرة شوية عشان خاطر احنا حاطين عليها الحلبة. طبعا كمية الحلبة قلتلك معلقتين، لان انت لو زودتي عن كده هتدي مرارة في العجينة، زي ما انتوا عارفين الحلبة مرة. خلاص كده بقى انا هغطي عليها واسيبها حوالي 10 دقايق، بعد كده نرجع عشان نقرصها مع بعض. بعد كده هنقرصها مع بعض خلاص كده 10 بقى دقايق ونقرصها بعد تاني مع ما بعض. هنريحها هنرجع تاني مع بعض عشان خاطر ان احنا نقرص. هنمسك كده بقى دقيق ونرش في الحاجه اللي احنا، يعني ما ينفعش ان انا اقرص واحطه كده منه للطبق، هيلزق العجين، هيلزق في الطبق. لازم بحط له دقيق كده من تحت. طبعا انتوا عارفين العيش ما بيتقرصي على زيت زي الفطير، مو بيتقرصي على زيت، لكن العجين بتاع العيش بتقرصيه على دقيق. بترشي ايه دقيق، نوعه ايه، اي دقيق عندك بتحطيه. بس اللي انا سألتها في الحقيقة قالت لي ان هما بيقرصوا على العيش ذرة وبيفردوا على دقيق ذرة. فهم بقى بيفردوا على دقيق الذرة. احنا ممكن بقى نرش كده شويه دقيق في الصينيه. لازم وانتي بتقرصي تكون مقاس ايديكي واحده، سواء عايزاه صغير عايزاه كبير. انا هعمل مقاسين، فمقاس كبير شويه ومقاس صغير عنه شويه. اللي في الطبق الابيض ده هيبقى كبير شويه، واللي في الطبق اللي جنبه هيبقى صغنون شويه. بتقرصي طبعا عايزه الحجم كبير عايزاه صغير، دي حاجه بترجع لك، بس اللي بيتباع بره واللي احنا بنشتريه بالكيلو بيبقى حجمه كبير عن اللي انا عاملاه يعني. هي مش هتفرق كتير، انا بالنسبه لي الفرن عندي يعني تبقى مظبوطه عليه كده وهي صغنونه، مش هتاخد مني مساحه وكده عشان اخلص بسرعه. انما بقى انت لو عندك مساحه وحابه تعمليه كبير فبتعمليه كبير عادي. بعد ما خلصنا تقريص فجبت اكياس وغطيته، لازم تغطيه عشان خاطر الوش بتاعه ما يشققش. هسيبه كده يستريح حوالي نص ساعه. بزود ليه في الوقت عشان بعد كده لما اجي افرد يكون مستريح قوي معايا، وانا بفرده يتفرد معايا بسهوله ما يقرفنيش. كمان لازم برش دقيق تحت العجينه وبرش فوق العجينه دقيق. عايزه اقول لكم اهم حاجه في الفرد الدقيق، عشان خاطر العجينه ما تلزقش في النشابه والعجينه ما تلزقش في الترابيزه اللي بفرد عليها. زي ما قلت لكم العجينه ديت يا جماعه بعد ما استريحت هبدا يعني ان انا افرد. النشابه ديت زي ما قلت لكم نشابه تقيله بتفرد معايا بكل سهوله، انما النشابه التانية الخفيفه بتصعب الامور لانها بتبقى خفيفه جدا، بتضطر ان انت تضغطي عليها جامد فما بتبقاش حلوه. فبالنسبه في وصفات بتحتاج النشابه خفيفه، وفي وصفات تانية بتحتاج النشابه تقيله. طبعا انا ما بفردش كله مره واحده، بفرد مثلا حوالي 5-6 كده، وبعد كده بخش الفرن اسويهم وارجع اعمل تاني وارجع اسوي تاني.
طبعا هي طريقته سهلة مش صعبة، بس عشان ما تحطيش ال يعني القطع اللي هي اللي احنا فردناها على بعضها وبعد كده تلزق في بعض ما ترضاش تعمل. فاهم حاجة ان انت تحطي بين كل رق والتاني دقيق كتير، بحيث ان هو لما يتساب فترة ما يتشر يعني ايه ما يتشربش دي ويلزق منك في بعض. فتخلي بالك ترشي بين كل رق ورق دقيق كتير. هنفرد بقى الكميه كلها، وبعد كده نخش بقى على النار. فطبعا زي ما قلت لك انا عملت قبل كده معاكي العيش ده بس بطريقه مختلفه قبل كده. شوفي الفيديو، سوينا على الصاجه من فوق، بس المره دي انا هسويه في الفرن. في الفرن طبعا لازم يكون الحراره عاليه، ما ينفعش توطي عليه عشان خاطر ايه هو اصلا ما بيستحملش في الفرن، فبتسخني الفرن قبلها بشويه. كمان بقى بتبدأي ان انتي تسوي. لو عايزة تسويه برضو على صاجة من فوق فما فيش اي مشكلة، اهم حاجة وانتي في الفرن تكوني بتقلبيه من اليمة ديت، يعني على وشه مرة وعلى ظهره مرة، ما ينفعش تحطيه وتسيبيه عشان ما ينحرقش منك يعني. في الاخر العيش ده بيكون ناشف، وهتشوفوا برضو النتيجة معايا في الاخر. هو ناشف يا جماعة، بيتكسر كده مش طري. والعيش ده بتسيبيه بره عادي، يعني ما بياخدش، مش بيحتاج ان هو يتحط في التلاجة ولا اي حاجة. وزي ما قلت لك نسبة الديوت ذرة مش مشكلة، سواء تحطي نسبة الربع او التلت او يعني او كمان ممكن في ناس بتحط النص كمان. فدي مش مشكلة، اهم حاجة ان هي بتتعمل بالطريقة ديت وبتديكي نفس النتيجة. وعايزة اقول لك طعمه جميل جدا مغذي جدا، ان شاء الله يعجبك. ما تنسيش تعملي لنا لايك للفيديو، وهنشوف بقى مع بعض في الاخر النهائي بيبقى شكله عامل ازاي. بكده بقى اكون خلصت. آه ماشي اهوت زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي. طبعا طول ما هو في الفرن بنفضل نقلب فيه. انا عامله حجمين، الحجم ده ماشي والحجم ده صغير شويه، ده كبير اهو. هو بيبقى كده يعني منفوش كده، شايفين بقى؟ ماشي اهو. فهو يعني ايه بيتكسر بالشكل ده، وده بيكون شكله بقى تعملي منه كبير تعملي منه صغير اهو. يعني تعملي اللي تعمليه يعني، مهم ان هو ايه ده بيكون شكله اهو. الحجم التاني اهو. ماشي تمام. فهو ده يعني اللي عليه الحلبة. ماشي. فسواء كنت هتعمليه كبير او تعمليه صغير فدي حاجة ايه ترجع لك، بس هو بيبقى لازم يبقى كده يتكسر كده اهو كده. فهو اصلا في الاساس العيش ده ناشف مش طري. لو عايزاه بقى طري بتلفيه اول ما بيخرج، بتروحي لفاه في حته قماشه، كنت عامله معاكم قبل كده. هتشوفوه ان شاء الله يعني معايا. هحطهولكوا في صندوق الوصف اهو. وده كده بيكون الشكل النهائي معانا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.